السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعينا الكرام، متابعينا ومشاهدينا على القناة. مرحبا بكم دائما في المشهد السياسي. نزف لكم هذا الخبر الجديد، وهو كالتالي: أيقونة المعارضة في الجزائر غاني مهدي يستقيل من المشهد السياسي ويعتزل السياسة، ويوجه رسالة مفتوحة إلى السلطات الجزائرية يعبر فيها عن اعتزاله للمشهد السياسي المعارض، ويؤكد على رغبته في العودة إلى الوطن. اليوم أتوقف إذن عن السياسة نهائيا، اعتزاله وأتوقف عن كل نشاط مع ما يسمى بالسياسة في الجزائر. يشير إلى أنه اليوم غاني مهدي مواطن غير حر، مش معارض، لا علاقة لي بالمعارضة. إذن فغاني المهدي يضع ثوب المعارضة ويصرح: أنا لم أعد معارضا بعد، أنا مواطن حر وسأعود إلى وطني، وليفعل بي النظام ما يراه مناسبا، أنا مستعد للسجن. وسوف أعود إلى الجزائر. وعندما قلت سوف أعود إلى الجزائر، هذا هو الذي أشعل فتيل الفتنة. قال لك كيفاش نروح للجزائر؟ نروح لبلادي. دخلوني الحبس، مرحبا. خلوني حر، مرحبا. أو دار ديل مع النظام، ما عندكم ما تفركم نظام تاع بلادي. لم أرجع للجزائر إطلاقا، ما عنده ما فركم حياتي. وإذا كان عندكم دليل واحد بلي أني سرق، كاين العدالة في فرنسا، في بريطانيا، وفي سويسرا. لن أرد على أحد. أنه يشير بأنه لن يرد. حسبي الله ونعم الوكيل، ولن نصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن هكذا اعتذر غاني مهدي من الرئيس تبون. غاني المهدي والذي انتهج رفقة عدد من الأشخاص المحسوبين على جهات غربية ولسنوات طويلة سياسة المعارضة التي تخدم أجندات مشبوهة في الجزائر، قرر اعتزال عقلية التخلاط ضد النظام الجزائري، وذلك لتأكده أن سياسة الجزائر اليوم من خلال رئيسها وقادتها وقوتها العسكرية لم تعد جزائر الأمس، وأنه ما يدوم غير الصح بالتعبير الدارج. هذه الحادثة تعد نجاحا لمخطط الرئيس تبون الذي يعمل فيه على لم أواصل أبناء الوطن الواحد وتحرير الجزائر من خطاب الفتنة والجهوية والمحسوبية. وهذا ما دفع أيقونة المعارضة غاني المهدي إلى الدخول في برنامج العفو الشامل الذي أقره الرئيس تبون للأشخاص الذين يريدون التوبة والرجوع إلى حضن وطنهم وإسكات أبواق الفتنة المتربصة بالجزائر. دامت الجزائر حرة مستقلة. حفظ الله رئيسنا ووطننا المفدى، وأدام رجالات الدولة وأدامهم ذخرا لهذا الوطن، وأيد سياستهم الرشيدة. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم. شكرا لتتبعكم ولمشاهدتكم متتبعي الكرام. فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا أيضا إفادتنا بتعليقاتكم وبتحليلاتكم للواقع، وسنتشرف بالرد عليها. دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.